يسعد أوقات الجميع من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بهذا الفيديو بدي ساوي أكلة من الخضرة الشتوية، السبانخ باللحمة الناعمة مع الرز بالشعيرية. تابعوا الفيديو للآخر واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. كمية السبانخ اللي عندي 15 جرزة، وبحتاج معهن باقة كزبرة كبيرة، راسين توم، بصلة، وملقتين سمنة، ولحمة حسب الرغبة، وكاسة صغيرة زيت نباتي. ولتحضير الرز عندي كاستين رز أبيض طويل، وشعيرية، وزيت نباتي، وملعقة سمنة. هاي المكونات اللي احتاجتها لطبختي. بداية بدي أقطع السبانخ، وطبعا بنقعهن بمي وملح كتير منيح، أقل شي ربع ساعة، وبعدها بغسلهن، بدل بغسلهن لحتى تصير ميتهن بيضة وصافية. وفرمت الكزبرة وقطعت البصل وهرست الثوم، وبطنجرة تكون كبيرة شوي بننزل السمنة وشوية لية، وبعد ما دبلت اللية شوي بننزل البصل وبنقلبهم مع بعض، وبس دبلوا البصلات بننزل اللحمة، واللحمة إذا كانت مدهنة شوي بتكون أطيب. وبعد ما استوت اللحمة بدي نزل فوقن نص كمية الثوم اللي هرستهم، وبقلبهم مع بعض لحتى تاخد النكهات كلها من بعضها، البصل واللحمة والثوم، تعطي طعم للسبانخ غير شكل. وهلأ بننزل السبانخ وبخفف النار للآخر، كتير تكون خفيفة. وهلأ بعد ما نزلتهم بدي غطيهن وبتركهم تقريبا ربع ساعة، ما بحركهم أبدا. وبعد ما مضى عليهم ربع ساعة بقلبهن، وهاي المي اللي طلعت من هون كتير مفيدة. في ناس بتفركهن بملح قبل ما تطبخهن، بس أنا ما بنصح بهذا الشي لأنه المي اللي فيهن فيها فائدة كتير. هلأ بنزل الثوم، فرفد هون شوي، وبنزل بعد الكزبرة وبحرك هون. وهلأ بطفي النار تحتهم وصاروا جاهزين للسكب. ما شاء الله، والمنظر بشهي. ولبين ما استوت السبانخ أنا أكيد حضرت الرز، نزلت الزيت النباتي والسمنة والشعيرية وقليتهم مع بعض، وبعدها ضفت المي والملح. وكل كاسة رز بحط لها كاسة ونص مي، رز أبيض طويل. وهلأ بضيف الرز فوقن وكم حبة هيل بيعطوها النكهة طيبة. وبس يغلوا يبلشوا ينشفوا بنوطي النار للآخر وبغطيهن وبتركهن لحتى يتنبتوا تقريبا 3 ساعة 20 دقيقة. وهيك صارت طبختنا جاهزة. شوفوا ما شاء الله المنظر بشهي والريحة غير شكل. وأكيد جنب الليمون ما بننسى لأنه شيء أساسي الليمون مع السبانخ. وبسم الله بدنا ندوق. رح اسكب من هالسبانخات اللي ريحتهن كتير حلوة وطعمتهن أكيد طيبة. وهلأ بدنا ندوق وندوق يوسف، بس يوسف ما حب يتصور اليوم. رح نعصر ليمون عليهن ونقول بسم الله. وأول لقمة طبعا ليوسف، بسم الله. وتاني لقمة أنا رح دوقها. شوفوا الرز ما شاء الله والسبانخ والطعمة كتير طيبة. وهي اختار يوسف هاي اللقمة معها ليمون، معها قطع الليمون. وإن شاء الله ألف صحة وهنا. جربوا الطريقة كتير سهلة وبسيطة، وبتمنى تشتركوا بالقناة.